قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بشو، وبيكون النهاردة حفل زفافها هي ولو، وبنعرف إن الحفلة معمولة في مركب وسط البحر، وهي بتجهز وبتكون مستنية لو اللي اتأخر، وبتبدأ تقلق خصوصا لما بتتصل على تليفونه وبيكون مقفول، وبتلاقي سونج اللي بتروح لها وبتعرفها إن لو مش جاي، وشو ما بتكونش مصدق إنه ممكن يعمل كده. فسونج بتأكد لها إنه مش هيقدر يقف ضد عيلته لأنهم رافضين جوازه منها، وبتفكرها باللي حصل امبارح، وبنرجع للي حصل وبنعرف إن شو كانت مع لو، وكانت بتتكلم معاه عن تفاصيل حفل الزفاف وهو طمنها، وبنعرف إن عندهم طفل صغير عمره شهور، وبتجيله مكالمة وهو معاها. بعدها بيعرفها إنه عنده مشوار مهم، وبيطلب منها تنام وما تستناهوش على العشاء لأنه هيتأخر علشان عنده شغل. بس بعد شوية بتتصل بيها سونج من تليفونه وبتعرفها إنها لقت التليفون ده، وهي بتتفق معاها يتقابلوا علشان تاخده لأنه تليفون جوزها، وفعلا بتروح تقابل سونج في المكان اللي اتفقوا عليه، وسونج بتاخدها معاها وبتدخلها قصر وبتطلب منها تستنى هنا، وهناك بتتفاجئ بلو موجود وبتسأله عن تليفونه، وبنعرف إن ده بتاعته وإنهم خلوا سونج تكلمها علشان تيجي، وهو بيعرف خطة أهله وإنهم عايزين يطلبوا منها تبعد عنه، فبيطلب منها ترجع البيت ترتاح علشان حفل الزفاف. ونرجع للوقت الحالي وسونج بتعرفها إن لو مش هيتخلى عن عيلته علشانها، وبتأكد لها إنه مش جاي، وهي بتكون حزينة وبتنهار. بعدها بتحصل عاصفة والمركب بتتهز، وهي بتكون بتعيط لوحدها وبتقع في المية، وتاني يوم لو بيروح يدور عليها، وبنعرف إن عيلته اتخانقت معاه وكانوا رافضين جوازه من شو لأنها من عيلة فقيرة، والشرطة بتمنعه يروح مكان الحادث لأنهم دوروا عليها وما لقوش ليها أي أثر واعتبروها ماتت، وهو طبعا بيكون مصدوم. وبعد اللي حصل ده بتمر سنتين، ولو بيكون اتحول لشخص تاني وبيرفض يرتبط بأي بنت، وبيركز غير في شغل بس وكل اهتمامه بابنه، وبيكون عايش على ذكرياته مع شو بيفكر فيها طول الوقت. بعدها شركتهم بتكون منظمة حفلة لمصممين أزياء عالميين، وهو بيكون موجود وبيصد أي بنت بتحاول تقرب منه، وابنه يو بيكون معاه، وبنعرف إنه ملقبه بالزلابية الصغيرة زي ما شو كانت بتناديه، وبيكون مع جيانج وسونج في الحفلة. وفجأة واحدة بتدخل الحفلة وبتكون شبه شو، وهو بيفضل باصص لها وبيكون متأكد إنها هي، وسونج بتتضايق لأنها بتحبه. وبنعرف إنه لو كان بيدور عليها طول الوقت اللي فات، وما قدرش يقابل أي واحدة تشبه لشو بالشكل ده. بعدها المزاد الخيري للتصميمات المحدودة بيبدأ، وبيعرضوا تصميم لمصممة عالمية اسمها شين، وهي بتقرب من العريضة اللي لابساه وبتشيل منه حاجة بتسبب في قطع الفستان، فبتقول لها إنها تدي لها واحد غيره، وسونج بتتدخل وبتعرفها إن دي نسخة محدودة، وأكيد مش هتقدر تديها نسخة منه لأن مفيش أي نسخ تانية، وبتكلمها وهي متضايقة ومتعصبة، بس هي بتكون هادية جدا وبترد على كلامها. بعدها المقدمة بتشكرها على تبرعها بالتصميم، وسونج بتتفاجئ إن هي شين المصممة المشهورة، وكمان هي صاحبة تصميم الفستان، ولو بيكون بيراقب اللي بيحصل من بعيد، وسونج بتشتري الفستان غصب عنها طبعا. بعدها لو بيروح يتكلم مع شين وبيشكرها، وبنعرف انه ما كانش متوقع انه مصممة عالمية هتحضر الحفلة، وما صدقش المنظم لما قاله انه هيبعت لها دعوة وهتحضر. وبنعرف ان من بداية شهرتها ما بتحضرش مناسبات كتير، ونادرا كمان ما بتعمل مقابلات صحفية، وهو بيعمل لها اختبار علشان يشوف رد فعلها في الكلام، وبيعرف ان شخصيتها مختلفة عن شخصية شو، وهي بتسيبه وبتروح تتكلم مع باقي الحضور، وهو بيفضل باصص لها وبيسرح لحظة وبيفتكر شو، وانها كان نفسها تكون مصممة علشان تصمم فساتين زفاف. بعدها شين بتروح له وبتتكلم معاه عن الازياء، وسونج بتشوفهم مع بعض وبتتضايق وبتسيب المكان، ولو بيخلي يون يروح لشين ويحضنها ويناديها ماما، وهي بتتعامل معاه بهدوء وبتقول له انه لطيف جدا، بس ما ينفعش كل ما يشوف حد يناديه بماما، وهو بيقول لها انها مامته فعلا وسابته من فتره، وبيسالها لو كانت نسيته، وبيقول لها ان عنده 6 سنين ونص وبيحضنها، والصور بتاعه بيتقطع، فبيلومها وبيعرفها انه هديه لوالده، وبيجي يحضنها تاني وهي بتتاثر، وبنعرف انها فعلا شو بتعتذر له من جواها لانها مش هينفع تعرفه انها مامته دلوقتي، لان عندها خطه لازم تعملها علشان تعرف الحقيقه الاول. ولو بيكون حزين وجيانج بيتكلم معاه وبيقول له انه لازم ينسى وكفايه لحد كده، وهو بيكون رافض فكرة إنها ماتت، وبنعرف إنه خد فترة يدور عليها في البحر بعد الحادثة، ورفض يقتنع بفكرة إن سمك القرش أكلها، وبيتعصب على جينج وبيتخانق معاه لما بيطلب منه يقتنع إنها ماتت، وبنعرف إنه عنده اقتناع إنه شو هترجع مهما مر الوقت، ودي بقى تونج مساعدة جينج وبتحبه بس هو مش حاسس بيها ولا معبرها، وبنعرف إنها كانت صديقة شو وإنهم يعتبر زي الإخوات، وبتكون لسه محتفظة بصورتهم مع بعض في العربية، وشو بتكون مع لو بعد الحفلة وبيشكرها إنها ساعدته بالاهتمام بيون، وبنعرف إنها بتتعامل معاه بشخصية شين، وبيكونوا بيتمشوا وبيكلم الخادم اللي بيرش مية، فبيلف فجأة والمية بتيجي على لو ولبسه بيتغرق مية، وهي بتعكس الأمور وبتديله الجاكيت بتاعه علشان ما ياخدش برد، وجيانج بيتصل بيه علشان يروح ليون لأنه مطلع عينه ومش عارف يسيطر عليه، وبيكون هيقلع الجاكيت بتاعه ويدولها لكن هي بترفض وبتسيبه وتمشي، وبتروح لجي وبنعرف ان هو ده الشخص اللي انقذها وساعدها طول الوقت اللي فات، وبيسألها عن خطتها وبيتفاجئ لما بيعرف انها عايزة تشتغل في شركة لو علشان في حاجات عايزة تتأكد منها، وبنعرف انها راجعة علشان تعرف مين اللي حرق مصنع والدها والسبب في دمار عيلتها. وتاني يوم لو بيكون نايم وبيصحى على خبط سونج على الباب، وما بيكونش عايز يفتح لها بس هي بتتصل بيه وبتسمع رن التليفون فبيفتح لها،
وبتتحجج انها جايه علشان تشوف يون، وهو بيعرفها انه يروح المدرسه وبيكون عايزها تمشي بس هي بترخم عليه، وبتدخل غرفته من وراه وبتشوف صوره شو وبتتضايق، وبتلاقي صندوق صغير تحت المخده وبتفتحه، وهو بيجي وبيلومها وبيتعصب عليها وبيطلب منها ما تدخلش غرفته تاني. وبنعرف ان الصندوق اصلا بتاع شو كانت بتعتز بيه جدا، وكانت محتفظه فيه بشعرايه منه، وهو اخد منها واحده وحطهم مع بعض، وبعد غيابها احتفظ بيه. بعدها بيروح يقابلها وبيقدم لها المشروب المفضل ليها، بس هي بترفضه وبتاخد مشروب تاني علشان ما يشكش انها شو، وبتتكلم معاه في الشغل وبتعرض عليه تشتغل معاه، وبتكون مجهزه فكره مشروع، وهو طبعا ما بيصدق وبيوافق على تعيينها في الشركه. وبيروح الشركة وبيتكلم مع جيانج، وبيرفض يديله المشروب اللي شو رفضت تاخده، وجيانج بيتضايق لما بيعرف انه لسه مركز في موضوع شين انها شو، وبيلومه لما بيعرف انه شغالها معاهم، لان المشروع اللي هي اقترحته مستحيل ينجحوا فيه علشان في شركات كبيرة بتنافسهم، وبيكون محضر له يافطة كبيرة بيسخر منه فيها لانه شخص مش مسؤول، لكن بتعجبه وبياخدها، وجيانج بيكون هيتجنن منه، وشو بتبدأ تشتغل في المشروع اللي اقترحته على لو، ودي بقى هي شين الحقيقية، واللي هي صديقة شو سمحت لها تمشي بهويتها، وبتساعدها كمان في الشغل اللي بتعمله، وهي بتروح تقابل رجل أعمال وبتخلي شين تعطل المساعد بتاعه علشان تديها فرصة تعرض عليه فكرتها، لكن هو بيرفضها، ولو بيكون عايز يقابلها وبيطلب من يون يخرج معاه. في البداية بيرفض وبيعمل نفسه تعبان، بس لما بيعرف انهم هيقابلوها هي بيوافق لانه اتعلق بيها جدا، وبيكون مبسوط انه هيقابلها، وبيعملوا نفسهم بيتمشوا وهي بتكون واقفة، ولو بيخلي يون يروح لها ويسألها لو كانت كويسة، وبعدها هو بيروح وراه، ويون بيعمل نفسه انه جاي علشان يطمن عليها لانه عرف انها تعبانة شوية، وهي بتفرح جدا لما بتشوفه، وهو بيفضل يلف حوالين نفسه علشان يقلع الشنطة بتاعته، ولو بيساعده وبيخرج دعوة عيد ميلاده وبيديها لها، وبيفرح لما هي بتوافق تيجي تحتفل معاه، وهي بتحاول ما تبينش عاطفتها ناحية يون قوي علشان لو ما يعرفش انها شو. وتاني يوم جينج بيتصل بيه علشان يحتفلوا بعيد ميلاد يون مع الموظفين، ولو بيرفض لانه عزم شو بس، وبنعرف انه ما عزمش حد غيرها، وجينج بيتضايق وبيحذره منها، وبيبعت له صورها مع جي الشخص اللي انقذها، ولو بيقابلها وبيتكلموا عن الشغل، وبيتفقوا مع بعض على شغلها بشكل رسمي، ولما بيسلم عليه بيفضل ماسك ايدها وهي بتشدها منه، وبياخدها وبيقدمها للموظفين، وبعدها بيفرج على مكتبه، ولما بتسأله هتبدأ الشغل من امتى بيقول لها من دلوقتي، وهي بتكون متفاجئة. بعدها بتخلي شين تبحث عن كل معلومات شركة لو علشان تعرف لو كان ليهم دخل بحريق مصنع والدها ولا لا، وبتقابل شينج رجل الأعمال اللي قابلته من فترة، وبنعرف انه طردها ساعتها، بس المقابلة دي بتكون مختلفة عن المرة اللي فاتت، وبنعرف انها شاكة ان هو كمان ليه دخل باللي حصل لعيلتها، ولو بيفتكر ذكرياته معاها لما كانت بتجيله الشركة. بعدها الكهرباء بتقطع وهما مع بعض، وهو بيكون متأكد انها لو كانت شو هتخاف، وهي فعلا بتكون خايفة بس بيسيطر على خوفها علشان ما يعرفهاش، ولما بيمشي بسرعة بتمشي زيه علشان تكون قريبة منه. وجيانج بيكون مع تونج وبينزل من العربية علشان يشم هوا، وهناك بتوصل لها رسالة فبتمشي وتسيبه تليفونه بيكون معاها، وبيكون في مكان مقطوع ومفيش حد بيعدي، وهي بتروح لشو بعد ما بتعرف انها عايشة وبتتخانق معاها وبتلومها انها خبت عليها، وشو بتهديها وبتعرفها انها لازم تعرف مين اللي حرق مصنع والدها، وبتطلب منها تساعدها في جمع المعلومات، وتونج بتوافق، وشو بتعرفها ان جي هو اللي انقذها وبتحكي لها كل اللي حصل طول الفترة اللي فاتت، وبنعرف انها كانت عايشة برا مع جي ورجعت تاني علشان تنتقم لعيلتها. وفي الوقت ده بيكون طلع عن جيانج لحد ما وصل، وتاني يوم بيبعت لتونج اول ما بتوصل الشركة، وهي بتقتنع انه هيطردها وبتشجع نفسها علشان تدخله، فبتتفاجئ انه هادي وبتديله التليفون، وهو بيديلها ظرف مقفول وبتفتكره الإقالة بتاعتها، وبتنفجر فيه وبتفكر بكل الحاجات اللي عملتها علشانه، وهو بيسيبها تخلص كلامها براحتها. بعدها بيعرفها ان الظرف ده هو دعوة وبيطلب منها تبعتها لشركة تانية، وهي بتحس انها اتسرعت وبتندم على تصرفها، وبتكون خارجة فبينادي عليها وبيعرفها انه خصم لها من مرتبها، وهي طبعا مش بتقدر تتكلم، وشو بتروح تحتفل بعيد ميلاد يون مع لو، وبتعرف انه ما عزمش حد غيرها، وبيكون بيجهز الاكل اللي بتحبه، بس هي بتعرفه انها مش بتحب الاكل ده، وسونج بتيجي من غير ما حد يعزمها، ويوم بياخد شو بيروح غرفته علشان يلعب معاه وبيتجهز سونج، وحتى لو بيسيبها لوحدها، فبتطلع عند يون وشو، ويوم بيكون بيفرج شو على الالعاب بتاعته، وكل ما بيديها لعبه سونج بتاخدها منها، وشو بتشوف لعبه هي اللي عملتها وسابتها قبل الحادثه، وسونج بتوقعها منها، ويوم بيلومها لان والده هيزعل عليها جدا لانه بيحبها، وبيكون متضايق وهي بتهديه، وشو بتطلب منها تنظف الغرفه، وبتهدي يون وبتعتذر لانها ما قدرتش تحمل لعبه، وبنعرف ان اللعبه دي اول لعبه تصممها قبل حريق مصنع الالعاب بتاع والدها، وبنعرف ان ايدها اصابت بعدها وما بقتش بتقدر تعمل العاب، وسونج بتيجي يوم بياخد شو وبيلعب معاها، وبيسيب سونج تنظف الغرفة، وبيخليها تلعب معاهم الغميضة، وبيستخبى هو وشو، ولو لما بيجي بيلاقيهم في الدولاب وبيساعدها تقوم، ويوم بيكون نايم وبيصحى على صوت اللعبة، وهما بيفصلوها بسرعة وبينام تاني، وهي بتفضل جنبه وبتكون مبسوطة جدا. بعدها بتدخل المكتب وبتعرف انه له حاطط كاميرا علشان يشوفها تختار تقرا ايه، لانه بيكون عارف ذوق شو في الكتب، فهي بتختار حاجات مختلفة، وسونج بتكون لسه بتدور على يون وشو. بعدها بتروح تتعشى معاهم، ولو بيتجاهلها وبيكون مركز مع شو، فبتتضايق وبتحاول تستفزها وهي مش بترد عليها، وتاني يوم بتعمل بث مباشر تبع الشركة وبتركب لعبة على الهوا،
وبتكون عملت كده علشان تثبت لولو انها شين مش شو. والبث بينجح وسونجي بتتضايق وبتسيبهم وبتمشي، ولو بيكون مع جيانجي وبيحكي له اللي حصلوا عن معاملة شين ليون، وبرضه بيكون حاسس انها شو. وجيانجي بيكون متضايق منه بسبب ان الموضوع ده واخد كل تركيزه. وشو بتبدأ تاخد وضعها في الشغل وشخصيتها بتكون قوية، وبنعرف انها اتغيرت وده بيضايق موظفين في الفريق لانها بتضغط عليهم في الشغل. ولو طبعا بيكون بيدعم كل قراراتها، وبتخلي تونجي تدور في جهاز كمبيوتر جيانجي لانها بتكون شاكة فيه هو ولو. بس تونجي مش بتلاقي حاجة وهو بيشوفها، وبتعرفه انها بترتب المكتب، وهو بيعزمها على حلوة وبيتكلم معاها، وبيعرفها انه فكر يطردها من الشغل بس اكتشف انه ما يقدرش يعيش من غيرها لانها بتساعده في كل حاجة في الشغل، وهي بتفرح بكلامه. ولو وشو بيطلعوا رحلة مع باقي الموظفين، وهو بيساعدها في شيل شنطتها وبياخد الغرفة اللي جنب غرفتها، والمساعد بتاعه بيرخم عليه لانه بيحس انه بيحبها، وهو بيتعصب عليه وبيزقه علشان يمشي. وهي تاني يوم بتطلب منه يتمشى معاها، وبيسيب مفتاح غرفته على الترابيزة، وبتخلي المساعدة بتاعتها تاخده علشان تدخل وتفتش في حاجته. وبيكونوا ماشيين مع بعض وبيسمعوا شخصين بيتنمروا على 2 من الموظفات اللي تبعهم، وشو بتتدخل وبتطلق عليهم ميه وبتهزقهم، وهما مش بيقدروا يعملوا حاجة معاها. ولو بيكون عايز يرجع تاني، لكن هي بتحاول تعطله وبتعرفه انها عايزة تروح تشوف عجلة فيرس، وبيروح معاها ومش بيلاقوا حد، وبيلاقوا رمز التشغيل وبيصمم تركب وبيركب معاها. وبتحس بالبرد فبيلبسها الجاكيت بتاعه، والدنيا بتمطر والعجلة بتعطل، ودماغها بتكون هتخبط في العمود وهو بيسندها، وبتبدأ تخاف لما مش بتلاقي شبكة علشان يتصلوا بحد ينقذهم. وهو بيطمنها ان زمايلهم اكيد هيعرفوا انهم مش موجودين وهيبلغوا الامن، بس محدش بيجي. وهو بيكون معاه ازازة كحول وبيشربها، وبيعرفها ان في حاجات كتير من تصرفاتها شبه شو ده غير شكلها، لدرجة ان اوقات كتير بيكون متأكد انها هي، وهي بتحاول تأكد له انها مش هي. وهو بيتكلم عن اشتياقه لشو وافتقاده ليها، فبتقرب منه لما بيحاول يقبلها بتبعد وبتضحك عليه لانه بيتكلم عن افتقاده لحبيبته، وفي نفس الوقت بيحاول يقبل واحدة تانية، وهو بيتحرج منها وبيعتذر لها. بعدها هي بتتعب وبتفقد الوعي، وهو بيحاول يفتح الباب وايده بتتصاب، وبيقدر ينقلها المستشفى وبيشيلها وبيفضل معاها، وبيعرف ان عندها نقص سكر، وبيفضل معاها في المستشفى لتاني يوم. وجيانجي بيروح له يوديله لبس وبيلومه وهو مش بيهتم، وبيكون مبسوط لان في فكرة جات له، وهو انه يعمل تحليل لشون ويشوف هي شو ولا لا. وجيانجي بيلومه لانه رافض يستسلم، وبنعرف ان كل اللي حواليه مقتنعين انها ماتت ما عدا هو بس اللي متاكد انها عايشه. وجيانجي بيرجع مكتبه وبيهتم بالنباتات بتاعته، وبيلاحظ ان تونجي مبتسمه وبيقرب منها وهي بتتوتر، وبيعرف انها جعانه وبياخدها وبيجيب لها اكل، وبيفضل يبص عليها وهي بتاكل وهي بتكون مبسوطه. ولما بيسالها عن سبب ابتسامتها بتعرفه انها مش مبتسمه وان هو شايف كده لانها غيرت الروج بتاعها. بعدها بتجيله مكالمة وبتعرف حوار عينة الدم اللي لو عايز ياخدها من شو، ولو بيكون مع شو علشان يوصلها، وبتسأله ازاي انقذها، وبنعرف انه قدر ينزلها برغم الإصابة اللي حصلت له، وطلع مكان عالي علشان يتصل بحد يجي ياخدهم، بس مش بيقول لها كده. وبيعرفها ان زميلهم جوه خدوهم، وبتعرف حوار عينة الدم وبتقرر تتصرف بهدوء. وتاني يوم بتعمل نفسها اصابت وهي في مكتبه وبتسيب نقطة دم على المكتب، وبنعرف انها اخدت الدم من شين وانها ما اتصابتش، وبتروح تغسل ايدها وبتحط لازق، وبنعرف انها لسه بتجمع معلومات. وسونجي بتروح لها علشان تعزمها على حفلة، وبتتعمد انها تستفزها ولو بيجي وبيدافع عنها، وهي بتسيبهم وبتمشي. بعدها بتقابل منجي اللي كانت زميلتها في الجامعة وبتناديها بشو، فبتعرفها انها شين مش شو والموضوع بيعدي من غير مشاكل، بس منجي ما بتكونش مصدقة انها مش شو. بعدها نتيجة التحليل بتظهر وبيعرف انها هي وبيروح يشرب، وهي بتكون مع تونجي ولو بيجي وبيكون سكران، وبيقرب منها وبيعيط وبيعرفها انه تاب ومفتقدها، وانه ابنهم كمان مفتقدها، وانه دور عليها في كل مكان وما لقاهاش، وبيعتذر لها عن كل اخطائه وبيناديها بشو وبيفضل يبكي، وبيطلب منها انها تعاقبه اي عقاب هي عايزاه بس ما تتخلاش عنه تاني، وبتحاول تبعده وبيرفض يسيبها او يبعد عنها، ومش بتعرف تعمله. وفي النهايه بيساندوه هي وتونجي وبيخرجوه وبيسيبوه في الحديقه قدام بيتها، وبتطلب من تونجي تتصل بجيانجي علشان يجي ياخده، وهو بيفضل ينادي باسمها وهو فاقد الوعي، وهي بتخاف وبتفتكر انه عرف انها شو وانه موضوع العينه فشل، وبنعرف انه ما استخدمش نقطه الدم واستخدم شعريه كانت في عربيته، وهي بتشيل المخاوف دي من دماغها وبتسيبه وبتدخل. بعدها بتسمع خبط بره وبتفتكره الصبي وبتخرج جري علشان تطمن عليه، فبيمسك ايدها وبيلبسها خاتم، وبنعرف انه ده نفس الخاتم اللي خطبها بيه قبل ما تتخرج من الجامعه، وهي بتفتكر اللحظات دي ومشاعرها ساعتها، وبنعرف ان كل امنياتها كانت انه يفضل معاها دايما، وبتغسل دماغه علشان يفوق وبتلوم على تصرفه، وبتتصرف على انها شو هو بيكون لسه ما فاش، وبتنشف دماغه وبتطلب منه يمشي لكن هو بيرفض، وبتحاول تبعده بس هو بيشدها وبيقع على السرير، وشين بتيجي وبتشوفهم مع بعض، وهي بتسيبه وبتروح لها وبتعرفها اللي حصل، وبتخلي عمال النظافه يوصلوه بيته وبيسيبوه هناك، وجيانجي بيتضايق منه. وتاني يوم لما بيصحى بيلاقي جيانجي جنبه، وبيعرفوا انه السبب في مشاكل في الشغل لانه بعت هدايا لشين في البث المباشر، وهو بيقول ان شين هي شو مراته وبيعرفوا نتيجه التحاليل، وبياخد اجازه وبيرفض يروح الشغل،
وبتكون في مشاكل كتير بسبب تصرفه ده، لأن ممنوع مدير في الشركة يبعت هدايا للموظفين في البث المباشر. وشو بتعرف اللي حصل وبتعرف إنه ما جاش النهاردة، وبتبدأ تتصرف وبتفكر في حل المشكلة، وبتعمل خطة علشان يستخدموا اللي حصل كنوع من الدعاية للمنتج الجديد بتاعهم، وبتشرح الخطة للموظفين وبتعجبهم وبيبدأوا يشتغلوا عليها. ولو بيكون مبسوط إنه أخيرا وصل لها. وبنعرف إن يون خرج قبل كده وحده من الحضانة، ولما سألوا ليه عمل كده قال له إن زميلته مي شافت مامته في محل الزهور وعرفته إنها هناك، وهو راح علشان يشوفها. وبنعرف ان مي شاف صورة مامته لما جت معاه البيت، وهو بيطلب منه ما يعملش كده تاني لان مامته لما تيجي هترجع البيت. وبنعرف انه بعدها هو راح عند محل الزهور وفضل طول اليوم هناك وهي ما جاتش، وبيفتكر كل الحاجات دي وبيكون سعيد دلوقتي. وهي بتكون في الشركة وبتتكلم مع المساعد بتاع لو اللي بيكون هيبوظ الدنيا لانه بيتكلم عن علاقتها مع لو. بعدها بيتهرب منها، وجانجي بيركز على تونج وبيلاحظ انها بتسرح كتير وبيتعصب عليها. بعدها هو بيسرح وبيسأل نفسه لو كان زي باقي البنات وعايزة تحبه وكده، وبيشرب من المية اللي بيرشها على النباتات. وبيخرج وبيشوفها وهي بتستلم باقة ورد، وبيعرف انها من شخص من بره الشركة وبيتضايق، وبيسألها لو كانت بتفكر تسيب الشغل علشان الشخص ده، فبتقوله لا وبتسيبه وبترجع شغلها. وشو بتكون مع جي وبيحس انها متغيرة، وبنعرف انها بتعتبر جي زي اخوها لانه ساعدها كتير ولحد دلوقتي بيساعدها، وبيكون خايف انها ترجع لولو تاني. وتاني يوم بيكون عندها اجتماع ولو بيراقبها وهي بتتكلم. بعدها هي بتقابل منجي وبتكون عايزة تتكلم معاها، بس منجي بتعاملها وحش، وبنعرف انها بتكرهها رغم انهم كانوا صحاب جدا. وبتسمع له بالصدفة وهو بيتكلم عنها، وبتعرف انها شو مش شين، وبتنزل بسرعة من غير ما حد يشوفها. وشو بتقابلها وهي بتكون متوترة وبيخرجوا مع بعض، ومنجي بتطلب منها تساعدها تشتري هدية لصديقتها علشان عيد ميلادها قرب. وشو بتسألها عن مواصفات صديقتها، فبتقول لها عليها وبتكون بتفكر في المواقف اللي بينهم. وبنعرف ان شو ساعدتها في انها تكمل دراستها وساعدتها في حل مشاكل كتير في حياتها. وشو بتخلص وبترجع المكتب، ولو بيروح لها وبيعرفها انه وعديون انها ياخده يخرج معاه وانها عايزه تخرج معاهم، وبيدي لها التليفون وبيفرجها على فيديو ليون، وبيكون بيطلب منها توافق تروح معاهم وهي بتوافق. وبتروح معاهم ويوم بيسيبهم مع بعض وبيروح يلعب مع الاطفال، وهي بتفكر هتتصرف ازاي وبتكون هتقع، وبتتخيل انها وقعت ولو حاول يسندها ووقعوا هما الاتنين، وهو فعلا بيكون هيسندها بس بتقدر تسند نفسها ومش بتقع. وبيقعدوا مع بعض وبيكون جايب تورته علشان عيد ميلادها، وهي بتسأل نفسها ازاي عرف ان عيد ميلادها النهارده وبتشك انها عرفها، وبتقرر انها تتجنبه في الشركه. وهو بيروح لجانج اللي بيكون متضايق منه وبيطلب منه يحلل معاه الموقف لانه عايز يوصل لنتيجه، وتفسير يفهمه له شو رفضها وازاي مش عايزه تعيش مع ابنها. وجانج ما بيكونش عايز يسمع وبيسد ودنه وبيغني اغنيه الكلاب لا تاكل الشوكولاته. وتونج بتيجي وبتفكره بالموعد، ولو بيلاحظ انه اتغير وبيساله ايه اللي بينه وبين تونج، وهو بيتهرب وبيقوله انه مالوش في الحب والكلام ده، لكن هو بيفضل يرخم عليه وبيعرف انه تونج مناسبه ليه. وتيانج بيعرفوا انها في قلبه مختلفة عن الجميع، بس مش عارف بيحبها ولا لا لانه ما جربش المشاعر دي قبل كده، وكمان مش عارف هو ايه بالنسبة لها. بعدها لو بيروح الشركة وبيعمل اجتماع علشان يشوف حل للمشكلة، وبيبعت لشغل بتكون متفاجئة انه بيجتمع بيهم دلوقتي، واغلب الموظفين بيعترضوا على قراراته وهي بتفضل ساكتة. وجيانج بيروح لتونج وبنعرف انه لسه فاكرها بتفكر في الاستقالة، وبيعاملها كويس علشان ما تمشيش من الشركة. وفي وسط الكلام بيقول لها انه بيحب يقضي وقته معاها وهي بتكون مبسوطة، وبياخدها علشان يتغدوا مع بعض. وبيشوفوا واحدة بتضرب ابنها، وجيانج بيتوتر وبيمسك التونج وبيطلب منها تخليهم يبطلوا خناق، وهي بتروح تتكلم مع الست وبتهددها انها تبلغ الشرطة عنها، وبتطلب من الولد يعرفها لو ضربته تاني. وجيانج بيبدأ يهدى وبيكون متضايق، وبنعرف ان عنده مشكلة نفسية ومش بيتحمل عنف الامهات مع اولادهم. وتونج بتكون مبسوطة انه فضل ماسك ايدها، وشو بتكون في مقابلة عمل ولو بيراقبها من بعيد، ولما بتخلص بيكون رايح لها، بس بيشوف جي بيقعد معاها وبيتضايق وبيحس بغيرة. وجي بيكون بيتكلم معاها ولما بياخد باله من لو بيمشي، وهو بيروح لها وبيسألها عن علاقتها بجي، فبتقول ان دي حاجة خاصة بيها، وهو بيأكد لها انه يحترم رغبتها في اي حاجة تعملها، حتى لو مشيت وسابت الشغل هيوافق طالما هتكون مبسوطة، بس هي كمان لازم تحترم تفكيره وقراراته. وهي بتغير الموضوع وبتتكلم في الشغل، وبعدها بتسيبه وتمشي وبتسيب له الفاتورة علشان يحاسب، فبيتعصب لانه مش عايز يدفع حاجة لجي. ولما بيروح الشركة بيتكلم معاها وهي بتحس انه متغير وبتعرف انه عرف حاجة، ولما بيناديها بشو بتتعصب وبتطلب منه ما يناديهاش بالاسم ده لانها مش هي، وهي بتفتكر يوم زفافهم وبتتعصب اكتر وهي بتتكلم معاه. وبتعرفوا ان عندها شغل وبتمشي. وتاني يوم بتقابل شين اللي بتعرفها اخر المعلومات اللي وصلت لها، وشين بتكون حاسه انه له بريء ومالوش دخل بمشكله عيلتها، وبتعرفها ان برغم ان عيلته غنيه بس هو دايما مش متفق معاهم في حاجه، وحتى في الشغل رفض يشتغل معاهم واشتغل لوحده. وكمان بتكون عرفت انه لسه بيحبها، وهي بتخلص مع شين وبتلعب مع الاطفال، ولو بيجي وهي هناك وبيفضل باصص لها، ولما بتاخد بالها بتبتسم وبتمشي معاه، وبتساله عن السبب اللي جابه هنا، وبنعرف انه جاي علشانها، والجو بيكون برد وبيخلع الجاكيت بتاعه علشان يديهولها، لكن هي بترفض. وهو بيتكلم عن حياته والحاجات اللي فقدها ومنها هي طبعا، وبنعرف ان شركته هي اللي نظمت اليوم ده للاطفال الصم،
وهو بيعرفها ان شركته هتساعدهم وهتقدم لهم دعم دايما، وهي بتعرفه انها متأكدة انه كريم مع الجميع بس ما كانش كريم معاها هي. بعدها بيرجعوا الفندق وهي بتعمل نفسها سكرانة وبتروح توقع سونج في الكلام، وسونج بتعترف انها سرقت خطتها، ولما بتعرف انها مش سكرانة بتحاول تضربها، لكن لو بيجي وبيمسك ايدها وبيطلب منها ما تضايقهاش تاني، وبيحذرها لو حاولت تستفزها وبيطلب منها ما تخليهاش يشوفها تاني. وسونج بتكون مصدومة وبتفكره بصداقتهم انهم كانوا مع بعض من صغرهم، وبتسأله هي افضل منها في ايه، وهو بيصمم على كلامه وبيقرب شو منه. وسونج بتتضايق وبيسيبه وبتمشي، وشو بتحس من طريقته انه فعلا ما يعرفش حاجه عن اللي حصل وبيسيبه وتمشي. وهو بيعمل نفسه انه عربيته عطلت وبيطلب منها توصله معاها، وبيركب العربيه قبل ما ترد على المساعد بتاعه اصلا. والصحفيين بيوقفوهم علشان يعملوا معاهم حوار، وهو بيفضل معاها علشان ما تتوترش. ولما بترجع العربيه بتشكره على دعمه ليها، وبتنام على كتفه من التعب. وتاني يوم هي بتروح لمنجو وبتكون عرفت انها متعاونة مع سونج. في البداية منجو بتنكر، بس هي بتضغط عليها لحد ما بتعرفها كل حاجة، وانها عرفت انها شو من البداية وانه له يبقى جوزها. وشو بتلومها وبتسألها عن السبب لانها بتعتبرها صديقتها، فبتقول لها ان هي السبب لانها تخلت عنها بعد ما كانت كل حاجة بالنسبة لها. ولو بيجوا ومنجو بتتعصب عليهم وبتمشي، وشو بتعيط ولو بيهديها وبياخدها وبيتمشى وبيفضل يسمعها، وبيعرفها انها لو عايزة تنتقم هو هيساعدها في اي حاجة، وبيعزمها على العشاء في المطعم اللي كانوا بيجوا فيه في بداية علاقتهم. وصاحب المطعم اول ما بيشوفهم بيفتكرهم وبيسألهم اتجوزوا ولا لسه، ولو بيغير الموضوع وبيطلب اكل، وبنعرف انه كان بياكل الاكل الحر علشانها في البداية برغم انه عنده حساسية. وهي بتتخانق معاه لانه كذب عليها، وبتسأله كذب عليها في كام حاجة تانية، وبتتهم انه كل حياتها معاه كانت كذب في كذب. وبتسأله لو كان ارتبط بيها علشان يقف ضد عيلته، وبتتكلم معاه عن معاناتها وانها وقعت في البحر بسببه، وبتسأله عملية علشانها وبتكون متعصبة. والكهرباء بتقطع وهو بيفضل هادي ومش بيقول لها غير انه صوتها عالي، وبيعتذر لها عن غلطاته السابقة معاها، وبيعرفها انه بيتمنى ترجع له وتديله فرصة يثبت لها الحقيقة. ولما بتسأله عن السبب اللي خلاه ما يجيش حفل الزفاف، بنعرف ان اهله حطوا له منوم وحبسوه لانهم رافضين جوازه منها، وكانوا بيخططوا انهم يجوزوه واحدة غنية لانهم بيحبوا يتحكموا فيه. وبنعرف ان بعد ما مشيت من القصر ساعتها لما سونجا خدتها لاهله حطوا له منوم وصحي تاني يوم، وراح يدور عليها وعرف انها نطت في الميه، والشرطه عرفته انها مفقوده ومنعوه يدور عليها بسبب سوء الاحوال الجويه. وبعد ما هدت الامور فضل يدور عليها بس ملقاش اي اثر ليها، وبيعتذر لها لانه فشل يحميها، وهي بتلومه لانها حبته ووثقت فيه بس ما لقيتوش جنبها في الوقت الصعب وبقت تكرهه. فبيمسك ايدها وبيعرفها ان المهم ما نسيتوش وان عنده فرصه يثبت لها حبه. والكهرباء بتيجي وهي بتسيبه وتمشي، وبترجع البيت وبتحاول تنام ومش بتعرف، وبتفكر في اللي حصل وبتفكر في كلامه طول الوقت. ولما بتخرج علشان تروح الشغل بتلاقي سونجا جايبه ناس يضربوها، وبتكون مستخبيه وهي بتشوفها وبتطلب منها تخرج. فبتروح لها وفي واحد بيخرج سلاحه وبيهدد شو بيه، وسونجا بتعرف انه له جاي فبتاخدهم وبتمشي بسرعه، وهو بيجي وبيحضنها وبيطمن انها بخير، وبتحاول تبعد عنه وهو بيقول لها انه مش قادر يتحمل غيابها تاني. وهي بتروح لجيل بيعرف من كلامها انها لسه بتحب له، وبيفكرها باللي حصل وحريق مصنع والدها. ولما بتقول انه ملوش دخل بالموضوع ده بيقول لها انها بتكذب على نفسها وبيتعصب عليها، بس بعدها بيعتذر لها. بعدها بتروح تقابل تونجا اللي بتلاحظ انها اتغيرت، وبيتكلموا عليه وبنعرف ان تونجا شايفه هي كمان انه مظلوم وانه ما عملش حاجه وانه بيحبها. وجانجي بيسمعهم وبيفهم غلط، ولما تونجا بتروح المكتب بيتكلم معاها وبتحس انه معاملته متغيره، وبنعرف انه فاكرها بتحب شخص غيره وبيتصرف بعصبيه، وبيفتكر باقه الورد اللي جات لها من واحد فبيدي لها واحده من النباتات بتاعته، وبيعرفها ان دي هتعيش معاها اكتر من الورد، وهي بتاخدها وما بتكونش فاهمه اللي بيحصل. وشو بتقابل سونجي وبتتعامل معاها بشكل طبيعي، وسونجي بتحاول تستفزها بس هي اللي بتستفزها وبتخليها تتعصب، وجدها بيشوفها وبيتضايق من تصرفها وبيتجاهلها وبيتكلم مع شو. بعدها سونجي بتعرف شو انها بتكرهها، وبرغم كده بتحكي لها عن معاناتها مع جدها وانه شايف انها مش مناسبه تكون وريثه، وبتعيط وبتكون هتحضن شو بس هي بتبعدها وبتهديها. وسونجي بتشكرها وبتعرفها انها لسه بتكرهها برضه. بعدها شو بتساعدها انها تفوز بجائزه للتصميم، وجدها من بعدها بيعاملها كويس، وبتروح علشان تشكر شو. بتشوفها مع لو بيكون بيقدم لها باقه ورد، وبتعرف انها شو مش شين وبتكون مصدومه. وروح لتونجي اللي بتخلي زميلتها تقعد مكانها في الشغل وبتاخد اجازه لانها رايحه تقابل واحد، وجانجي بيعرف وبيتضايق، وبنعرف انه طول الوقت قلقان وخايف تتعرف على حد تاني، وبيروح وراها علشان يراقبها وبتكون متخفي بالشكل ده. وهي بتشوفه لما بتساله عن السبب اللي جابه هنا بيقول لها انه جاي بالصدفه، وبيسالها جايه تقابل مين، وبيطلع انها بتقابل الطفل اللي كانت مامته بتضربه، وبتكون هتعزمه على الغدا فبيروح معاهم، وبيكون متضايق وبيفضل ياكل وبيخلص علبه الاكل، وهي بتقلق عليه لانه بيكون باين انه حزين جدا، وبيقول لها انه كان بيتمنى انه يقابلها من زمان وبيحكي لها عن قصته. وبنعرف ان مامته كانت راقصة باليه مشهورة واعتزلت بسببه وبقت تعامله بشكل قاسي، حتى لما كانت بتحضنه كانت بتحضن بقوة، وكان بيتألم وكانت بتخنقه لأنه ما بيسمعش كلامها، وكانت شايفة إنه هو السبب في اعتزالها، وهو نفسه بقى حاسس كده وكان بيتمنى إنه ما يكونش موجود علشانها. وتونجي بتهديه وبتمسك إيده، وبنعرف إن بسبب معاملة مامته ليه ما بقاش قادر حتى يفكر في الارتباط أو يقرب من أي بنت،
وبقى كل تركيزه في الشغل وبس، وبيكون بيعيط فبتحضنه وهو بيحضنها وبيرفض يسيبها، وبيسألها لو قابلته زمان كانت تتعامله كويس فبتقول له أيوة، فبيقول لها إنها مناسبة تكون أمه وبتتصدم من كلامه، وهو بيكمل وبيقول لها للأسف والده كبير ومش هينفع يتجوزها، وهي بتبصله بغضب وبتمشي، وهو بيسأل نفسه ليه اتغيرت فجأة، وهي بترجع البيت وبتنام وبتحلم إنها اتجوزت والده وبتهتم بيه وبتصحى مفزوعة، ونروح للولو اللي بيستغل أي فرصة علشان يقرب من شو، وهي المرة دي مش بتبعده وبيعزمها على العشاء وبيستناها لحد ما تخلص البث المباشر، وبيكون بيغير من التعليقات اللي بتجيلها، وتاني يوم هي بتروح لسونج اللي بتقدم لها هدية علشان ساعدتها، وبتكون بدأت تتقبل إن هي ولو مع بعض، وبتأكد لها إن لو بيحبها وإن ده بيبان حتى من نظرته ليها، وإن طريقة كلامه معاها بتكون مختلفة عن الجميع، وحتى لما بيبتسم لها ابتسامته بتكون مختلفة، وبتقول لها إنها فضلت تطارده فترة طويلة بس عمره ما ابتسم لها أو بص لها بنظرة حب، وشو بتفضل تفكر في كلامها وهي ماشية، وبتروح علشان تجهز نفسها لمقابلة الصحفيين لأنها شارك في المسابقة الوطنية للتصميم، وبتقابلهم وبتعرض التصميم بتاعها، لكن بتتفاجئ إنهم عرفوا إنها شو متخفية في شخصية شين، وبنعرف إن في حد نشر الأخبار دي، وجي بيكون بيراقب الموضوع من بعيد، وطبعا الصحفيين بيسألوها عن سبب كذبها واستغلالها لاسم شين، فلو بيجيب شين وبتعترف قدام الصحفيين إنه شو كانت بتساعدها، وإن هي اللي خلتها تنتحل شخصيتها علشان مش بتحب تظهر قدام الصحفيين، وشو هي اللي بتقدر تعمل الحاجات دي بسهولة، وبعدها الموضوع بينتهي، ولو طبعا بيستغل الموقف وبيمسك ايدها، وجي لما بيشوفهم بيتضايق، وبنعرف إنه هو اللي سرب المعلومات دي كنوع من الضغط على شو علشان تبعد عن لو، وهي بتتمشى مع لو بيلبسها الجاكيت بتاعه، وبتسأله لو كان فعلا بيحبها وبيعمل الحاجات دي علشان حبها بس، وهو بيقول لها أيوة، فبتسأله لو كان ليه دخل بحريق المصنع، وهو بيأكد لها إنه ملوش دخل وإنه طول السنين اللي فاتت هو بيدور عليها علشان يعتذر لها لأنه ما قدرش يحميها، والمرة دي بيصدقها وبتوافق ترجع له، وبيرجعوا البيت مع بعض وبتقرر تعيش معاه هو ويون، وتاني يوم هو بيصحى قبلها وبيروح يحضر لها الفطار، ويوم بيكون جاي علشان يفطر، فبيقولوا انه ده مش ليه وبيعرفوا انه عنده مفاجأة حلوة ليه، وشو بتيجي وبنعرف ان يوم شافهم مع بعض امبارح وافتكروا انه بيحلم، ولو بيعرفوا انه شو هي مامته وهتعيش معاهم، وهو بيكون مبسوط جدا وبيسأله لو هيفضلوا مع بعض على طول ومش هيتفرقوا تاني، فبيقول له ايوه، وهي بتحضنه وبتعتذر انها ما اهتمتش بيه طول الوقت اللي فات، فبيقول لها انه مش زعلان منها، وبيعرفها انه لو كان دايما بيقول له انه مامته هترجع، وبيطلب منها توعده انها ما تسيبهوش تاني وهي بتوعده. بعدها لو بيروح لجيانج اللي بيكون متضايق بسبب تونجو وهو طبعا بيكون مبسوط، وشو دلوقتي هي اللي بتهتم بالبيت، وبتعرف من شين ان جي هو اللي سرب المعلومات، وبتروح له وبتلومه على تصرفه، وبنعرف انها شافته وهو واقف في المكان، وبتستغرب من التغيير اللي حصل له، وهو بيتعصب عليها لاول مره لما بتحاول تفهمه سوء التفاهم اللي حصل في موضوع لو، ولما بتمشي بينادي عليها وبيسالها لو كانت رجعت للو، فبتقول له ايوه وبتمشي، وهو بيحس بحزن. بعدها هي بتلاحظ ان في حد بيراقبها، وجي بيفتكر الماضي وبنعرف انه بيكره لو من زمان وانه في بينهم منافسه، وجيانج بيروح لتونجو وبيكون معاها مجين شبه بعض، فبياخد منها واحد وبيرجع مكتبه وبيكون مبسوط، ولما بتيجي بيحاول يبان طبيعي، وهي بتكون بتقطع اوراق وبتلاقي ملف المصنع والد شو، وشو بتكون معلوه في المصنع، وتونجي بتتصل بيها وبتعرفها موضوع الملف اللي هي لقيته، فبتتخانق مع لو لانها بتكون فاكره انه مخبي عنها حاجه وبيستغلها علشان يساعد ابن عمه جيانج، وهو بيحاول يهديها لكن بتسيبه وتمشي، وفي حديده بتكون هتقع عليها وهو بينقذها وبيصاب هو، وبتنقله المستشفى وبتكون مصابه في ايدها، وجيانج لما بيجي هي بتتخانق معاه، وجيانج بيلومها لان هي السبب في اللي حصل للو، وانه من ساعه ما عرفها وهو بيعاني، وبيحكي لها لما اختفت من 6 سنين هو كان عامل ازاي ساعتها، وبيعرفها انه رفض كل حاجه من عيلته بسببها، وبيطلب منها ما تعذبوش باسم الحب، وبتعرف ان اصابته خطيره لانه صف دماغه اكتر من مره قبل كده، وده السبب اللي خلى جيانج يتعصب عليها ويقول الكلام اللي قاله لانه خايف على لو، وتنجي بتسال جيانج عن الملف بتاع المصنع ولو لو كان ليه دخل بالحريق ولا لا، وبنعرف انها فهمت الموضوع غلط لان جيانج بيثبت لها انه ملوش دعوه بالمصنع ولا حتى يعرف حد من المسؤولين عنه، وتاني يوم لو بيفوق وبيلاقي شو جنبه، وبيعتذر لها لانه ضايقها من البدايه، وبيعرفها انه ما يقدرش يتحمل بعدها عنه تاني، وان لما بتديله ظهرها وتمشي بيحس برعب وبيحضنها. بعدها بتخرج من المستشفى وهي بتعرف منه انه جايب اخوه من ام تانية، وحصلت مشاكل ومامته اتطلقت والعيله عملته بشكل وحش علشان كده معتبر له عدوه، وهي بتعرف له انها شاف الشخص لابس قناع وبيراقبها، وبنعرف ان الشخص ده كان في الموقع اللي صف فيه له، وبنعرف كمان انه تبع جي، وهو بيعرفها ان الاصابه اللي في ايدها واللي اثرت على اعصابها جي هو السبب فيها، وهي ما بتكونش مصدقه لان جي هو اللي انقذها وساعدها وفضل جنبها، ولو بيرفض يضغط عليها ويطلب منها تتواصل معاه تاني او لا، وبيسيبها تقرر هي اللي عايزاه وبيرجعوا البيت، وهي بتفكر في الفتره اللي كانت فيها بتعاني من اصابتها، وبنعرف ان الاصابه اثرت عليها وما بقتش تعرف تصمم لعب اطفال، وكانت بتعاني نفسيا، وجي كان بيهديها ويشجعها تكمل، وهي بتفتكر الحاجات دي وبتعيط، ولو بيجي وبيحضنها وبيوعدها انه هيساعدها تنتقم لوالدها، والشخص اللي بيراقبها بيروح ينقل لجي اخبارها، وبنعرف ان جي السبب في وقوع الحديد على لو، وبيتضايق لما بيعرف انه خاف وخرج من المستشفى، وجيانج بيخرج مع تونجو وبيعزمها على العشاء، وبيلمح لها انه بيحبها وهي بتعمل نفسها مش فاهمه لانها بتكون عايزاه يعترف لها بشكل صريح، وشو بتركز في شغلها في الشركه لحد
لحد ما لو يخف ويرجع، وبنعرف انها النائب بتاعه، وبتعرف ان شركة شينجي لغت العقد معاهم وبتروح تتكلم معاه وبتحاول تقنعه يرجع في قراره ومش بتقدر لان القرار مش بايده هو بس. فبتبعت كريس يتكلم مع جد سونج اللي بيعرفوا ان الموضوع منتهي، وكريس بيسجل كلامه وهو المساعد بتاعه بيروح لشو وبيقول لها، وكريس بيفضل يرخم عليها هي وشين، وبيرخم كمان على لو وهو بيكلمها ولو بيحس بغيرة وبيقرر يروح لها علشان ياخدها ويرجعها البيت. بعدها زميلة تونج بتغلط في كتابة بياناته وبتوديها مكتب جيانج، ولما بتعرف الموضوع بتطلب من تونج تنقذها لان جيانج مش بيرحم في موضوع الشغل، وهي بتدخله لما بتقوله ان هي اللي غلطت بيطلب منها تصلحهم، وبيتعامل معاها بهدوء عكس المرات السبعة. ومش بس كده، ده بيعتبر نفسه ان هو اللي غلطان لانه بيضغط عليها في الشغل، وهي بتفضل تبص له من بعيد وبتستغرب من تصرفه وبتفتكر المرات اللي اتعصب عليها فيها وخصم من مرتبها بسبب غلطات زي دي. وهو بينادي عليها وبيقدم لها عقد هدية وبيعرفها انه لقاها مناسب للفستان الاسود بتاعها وبيكون غالي، فبيقول لها انه ما يغلاش عليها وهي بتكون مبسوطة. بعدها لو بياخد شو بيروحوا حانا وهي بتعمل مكالمة وبيستناها، وفي بنت بتحاول تقرب منه، وشو لما بتيجوا وبيشوفهم بتقعد وسطهم، والبنت بتتضايق منها وبتتعصب عليها، وفي النهاية بتعتذر لها لما بتعرف انها مراته. بعدها بيتكلموا عن الفترة الأخيرة اللي غابت فيها، وبنعرف انه كان رافض يشغل اي ست في البيت ومفيش غير ليو المربية بتاعت يون، وبنعرف انه جوزها بيشتغل معاها في البيت، وبنعرف ان طلعت عليه اشاعات انه مش بيحب البنات. بعدها بياخدها علشان يشوفوا جد سونج وشينج، ولما بيقربوا بيخبي وشها منهم وبيساعدها علشان تتجسس عليهم، وبنعرف انه صاحب المكان صديقه، وبيخلوها تلبس قناع وتدخل لهم المشاريب، وبتحاول تعرف بيتكلموا في ايه وبيشكوا فيها وبيتعصبوا عليها، بس بيجي صاحب المكان وبينقذها قبل ما يعرفوا هي مين، ولو بيكون مستنيها وبتروح له وبتكون عرفت معلومات مهمة، وبتمشي وهي مبسوطة مع لو. بيقابلوا محامين علشان يناقشوهم في الأدلة اللي عرفوها في موضوع حريق المصنع وقضايا تانية، وهو بيعزمها على غدا وبيروحوا نفس المطعم اللي جاي بيقابل جد سونج فيه، وبيتكلموا في موضوع لو وإن جاي لازم يسيطر على الشركة بتاعته، وجاي بيعرفوا إنه في البداية لازم لو يموت، وبيكون بيخطط إنه يخلص منه، وشو بتحس إنه اتعصب فبتمسك إيده وبيتمشوا مع بعض هما الاتنين، وهو بيكون مصدوم وحزين، وحتى شو ما كانتش متوقعة إن جاي ممكن يفكر بالشكل ده. وبتجيلهم رسالة إن يون تعبوا في المستشفى، فبيروحوا جري علشان يطمنوا عليه وبيلاقوه كويس، وبيعرف من المربية إنه أكل فاسد، وهو بيطلب منها تاخد بالها أكتر وبيكون قلقان عليه، وبيروح يقعد معاه هو وشو وهي بترتاح شوية على السرير، وبنعرف إنها خلفت يون هنا وبتفتكر قبل ولادته بيوم، وبنعرف إن هي اللي اختارت اسمه. وتونجو بتخرج مع جانج وهو بيشرب وبيريح شوية، وهي بتسأله لو مش خايف إن حد يحاول يقرب لها، فبيقول لها إنه محدش يقدر يعمل كده لأنه كل الناس عارفة إنه بيحميها، وبيكون أخد دور برد وبيقول لها إنها جميلة جدا، وبتكون هتمشي فهو بيشدها وبيحضنها، وبيكون يعترف لها إنه بيحبها لكن بيفقد الوعي. بعدها شو بتنشر صورة لجد سونج وبيكون معاه بنات في الحانة، وهو بيكون عايز ينتقم منها هي ولو، وبيكلم جي اللي بيطلب منه ينتقم من لو ويسيب شو، وهو يقنعها يصلح اللي عملته، وجي بيتصل بيها علشان يتقابلوا وهي بتكون شايلة يون لانه نايم، وبيسيب التليفون وبتطلع غرفته، فلو بيقفل السكة في وش جي. بعدها هي ولو بيكملوا جمع معلومات، وبيعرفوا انه جد سونج استغل منصبه وسبب مشاكل ومصممين كتير ودمر مستقبل ناس منهم كمان، وشو بتقرر انها تساعد ناس منهم، ولو بيكون شايف انها غيرت حاجات كتير في الشركة من ساعة ما اشتغلت هنا، وهي بتطلب منه يزود لها المرتب، وهي بتروح تقابل سونج وبيتكلموا في الشغل ومش بيتفقوا مع بعض، وسونج بتكون متضايقة منها بسبب الأخبار اللي نشرتها عن جدها، وشو بترجع للو بيحس انها متضايقة وبيهزر معاها علشان يخرجها من الحالة اللي هي فيها، وبيعرف منها موضوع سونج، وهي بتخرج وبتكون هتوقع على السلم ورو بتسندها، وبنعرف ان في بينهم شغل هي ورو، وبيتمشوا مع بعض وبيروحوا المكتبة، وبنعرف ان رو بتشتغل مع عائلة سونج ومع جي، وفي النهاية شو مش بتتفق معاها برضه، ورو بتروح لجي وبتعرفه اللي حصل وان صعب حد يقنع شو بحاجة هي رفضاها، وانها كمان مش بتثق غير في لو، وجي بيتضايق وبيقرر انه يحاول يضغط عليها بنفسه، وبيكون متعصب وبيحس انه مهزوم وخسرها لانها بتثق في لو اكتر منه، وشو بتشتغل على التصميمات الجديدة، وشين وكريس بيساعدوها بيقضوا معاها اغلب الوقت، ولو بيكون متضايق لانه عايزهم يمشوا وكل شويه يتحجج انه بيجيب لهم اكل، وهي بتتضايق منه وبتتكلم معاه وبتطلب منه ما يعطلهمش وهو بيحضنها، وبيكون عايز يفضل معاها طول الوقت، وتاني يوم بتطرده من المكتبه علشان عايزه تكمل شغل، وبيكونوا في البيت وبيقعد على السلم، ويوم بيجوا بيكون مستغرب انه قاعد على السلم، وهو بيخليه يدخل لشون علشان يتكلم معاها، فبتطرده هو كمان وبيجي يقعد جنب ابوه بالشكل ده، وبيعرف انه شو بتحبه اكتر منه، فلو بتخرج وبتحذرهم لو اتكلموا بصوت عالي تاني، ويوم بيقول لها انه لو هو اللي غلطان، وفي النهايه بيقعدوا وبيتفرجوا على التلفزيون مع بعض، وهي بتكون خارجه وكريس بيجي علشان ياخدها، ولو بيفتح الباب وبيقفله تاني اول ما بيشوف كريس، فهي اللي بتروح تفتح له، وكريس بيفضل يستفزه فبيزقه ويخرجوا بره وشو معاه وبيعمل نفسه زعلان، وهي بتاخد كريس وشين وبيروحوا يخلصوا شغلهم في بيت تونج علشان لو يون ما يزوجهمش، وجي بيروح لها هناك وبتخرج تقابله، وبيشعل العاب ناريه وبيفكرها بالفتره اللي كانوا فيها بباريس، وبنعرف انها كانت بتحب تشوف الالعاب الناريه بسبب الملل والالم اللي عايشاه، لانها كانت مفتقده يون جدا، وجي هو اللي ساعدها وجاب لها صورته، وبيسالها عن سبب رفضها انها تتواصل معاه،
فبتقوله انها عرفت انه استغل حريق المصنع علشان يخليها تساعده في انتقامه من لو، وبتكون عرفت كل الحاجات اللي عملها، وعرفت كمان ان هو اللي بعت لها رو، وهو اللي سرب موضوعات انتحال شخصية شين، وبتلومه على كل الحاجات دي لانها كانت بتثق فيه وما كانتش متوقعة انه يعمل كده، وهو بيكسر الكوباية وبيسبب في ان ايده تتجرح. فبتروح تجيب له مطهر وهو بيستغل غيابها، وبيصور ملف التصميمات قبل ما ترجع، وهي بتعالج ايده وبعدها بيمشي، وبنعرف انه بيحبها. وسونج بتكون بتزور جدها في المستشفى لانه تعب بعد الصور والفضايح اللي اتنشرت عنه، وبيتعصب عليها لانه مش حابب اسلوب شغلها، وبيكون شايف انها فاشله في كل حاجه. وجي بيجي وبيزوره، وبنعرف ان لحد دلوقتي بيحاول يحمي شو من جد سونج، وبيعرفوا انه له هو السبب في كل حاجه. وشو بتقرر تكمل خطتها في الشغل زي ما هي، وبتواجه مشاكل ولو بيحاول يساعدها. وفي واحد بيروح يعرض الجواز على تونج في الشركه، وجانج بيعرف وبيتعصب عليه، وتونج بترفض انها تتجوزه، وبتروح تشوف جانج اللي بيكون متعصب وبيتعصب عليها، وهي بتحس انه بيعمل كل ده لانه بيغير عليها وبتكون مبسوطه. ولو بيكون عنده مقابله عمل وبيتاخر، وشو بتكون مع يوم في البيت وبتكون مستنياه، وهو بيخلص وبيتمشى في الشارع وبيفتكر انها كانت بتحب الدجاج المقلي، وبنعرف انه كان بيرفض يخليها تاكله علشان صحتها، وبيفتكر ذكرياتهم دي وبيقرر انه يشتريها. وهي بتكون مبسوطه وبتفرح اكتر لما بتعرف انه حل مشكله الشغل بتاعتها. وتونج بتعرف ان عيد ميلاد جانج النهارده، وبتعمل له فجأة وبتحتفل معاه، وهو بيتضايق لان ذكرياته مع عيد ميلاده مش حلوه، وهي بتعتذر وبتكون ماشيه، بس هو بيطلب منها تستنى، وبيقرر يحتفل معاها بعد ما بيعرف ان الاحتفال بالنسبه لها مختلف عن الاحتفال بتاع عيلته. وهو بيطلب منها يحضنها كهديه لعيد ميلاده، وبيشكرها على كل حاجه بتعملها علشانه، وبيكون شايف انها اجمل هديه في حياته. وشو بتكون رايحه تجيب يون من الحضانه، وبيجي لها اتصال من سونج انه معاها، فبتتخض وبتروح لها بسرعه، وهو بيكون نايم وهي بتتخض عليه، وسونج بتطمنها انه بخير، وبنعرف انها عايزاها تصلح غلطها وتعتذر لجدها وتنهي الموضوع، لان جدها بيعاني بسبب انهيار صورته وسط الجماهير والناس اللي تعرفه. وشو بترفض وبتعرفه انه يستحق كل اللي حصل له، والكلام مش بيعجب سونج وبيسيبها وتمشي. ويوم بيصحى وشو بتاخده وبيرجعوا البيت، وبتعاقبه هو ولو علشان وافق يروح مع سونج. ويوم بيبيع ابوه وبيعرفها انه هو السبب لانه قال له انه يخرج مع سونج عادي، وانها كانت دايما بتيجي البيت تزورهم، وبيأكد لها انه مش هيعمل كده تاني، ولو قال له اخرج مع حد تاني هيرفض. وبيجري عليها وبيخرج لسان اللو، وبيطلب من مامته تعاقبه هو كمان، ولو بيشيله وبيقعده على الكنبه وبيقعد جنبها. وتاني يوم هي بتصحى قبل لو، فبتحط دمية مكانها، وهو بيفضل لحد ما يسعى على اساس انها هي، وبيروح لها المكتب وبيلومها لانها بقت بتحب الشغل اكتر منه، وبيستناها لما تخلص شغله وبيمشوا مع بعض. وبيعرف ان سونج اتعاقدت مع عارض ازياء مشهور كانوا متفقين معاه، وهي بتقرر تختار حد تاني وبتختار كريس، ولو بيوافق. وبيجي يوم تقديم المسابقه اللي هتقدم فيها التصميمات الجديده، وتصميماتها بتاخد تصويتات كبيره، وبترجع بعد العرض مع لو بيلاقي يون مستنيهم وبيجري عليهم وبيحضنهم. وتاني يوم هي بتروح لسونج اللي بتكون لسه متضايقه، وبتعرفها انها مش هتشارك في مسابقات اسبوع الموضه لان تم استبعادها. وشو بتكون مش مهتمه، وبنعرف ان المفروض سونج هتشارك بتصميمات جديده. وشو بتسالها بهدوء لو كانت سعيده، فبتقول لها ايوه، وبيكون وضعها عكس كده. وشو بتعرفها انها ما بتعرفش تمثل وبتمشي، والمساعدة بتاعتها بتعرفها انها مش هتقدر تشتغل وعايزة اجازة لانها حامل، لكن هي بترفض. وبنعرف ان التصميمات اللي هي بتقدمها بتاعت مساعدتها اللي بتعيط وبتترجاها تسيبها ترتاح، بس هي بتصمم انها تخلص التصميمات الاول وتسيبها وتمشي. وشو بتكون في الحمام وبتسمعهم، وبتدي منديل لمساعد سونج وبتمشي. ولو بيروح يتكلم مع سونج وبيطلب منها تخلي المشاكل والخلافات اللي بينهم هما الاتنين بس، وما تعاقبش كل اللي حواليها وما تضايقش شو تاني. وهي بتتعصب عليه وبتاخد منه المشروب اللي قدمته له، وهو بيرجع البيت وبيفضل مع شو اللي بتكون متضايقه بسبب اللي حصل من سونج، وبتحكي له الفترة الأخيرة في حياة والدها، وبتكون متأثرة جدا وهو بيحضنها. وجيانج بيكون خارج من الشركة وبيجي شخص هو ما يعرفوش وبيصمم يديله ملف، وهو مش بيفتحه وبيجي له وبيشوفه، وبيعرف إن الشخص ده اسم ليو، وبياخد الملف لأنه بيعرف إنه تبع مصنع والد شو، وبيراجع كل المعلومات اللي في الملف. وبيقابل ليو وبيكون عارف إنه يعتبر تلميذ والد شو في صناعة الألعاب، وإنه والد شو كان مهتم بيه وبيصرف عليه من أيام ما كان في الجامعة. وشو بتكون في عرض وسونج بتيجي قدام الصحفيين وبتتهم إنها مخادعة واستغلت لو، وإنها كسبت في موضوع التصميمات، وهي بتفضل ساكتة وهادية. ولو بيكون لسه مع ليو وبيضغط عليه علشان يعترف بحادث حريق المصنع، وهو بيكون عارف كل حاجة وشريك في الموضوع، وبيكون بيعيط لأنه خان معلمه برغم مساعدته ليه. ولو بيكون فاكر إنه جد سونج هو اللي خلاه يخونه وإنه هو اللي ورا الحريق، بس بيكتشف إن جو هو اللي ورا اللي حصل. ونروح لشو اللي بتكشف للصحفيين إنه كل تصميمات سونج مش هي اللي عملتها، وإن التصميمات دي بتاعت تنجي المساعدة بتاعتها، وإن هي استغلت حاجتها للفلوس وأجبرتها تتنازل عن مجهودها. وتنجي بتكون موجودة، وبنعرف إن شو اتكلمت معاها بعد ما سمعتهم. وتنجي بتكون مصممة موهوبة، وشو عادتها إنها تساعدها. وتنجي بتعرف الصحفيين إن كلام شو حقيقي، والموضوع بيتحول لفضيحة كبيرة، وسونج بيسيب المكان وبتمشي. وليو بيطلب من لو يهتم بوالدته، وبيقرر يسلم نفسه ويعترف بكل حاجة. وسونج بتكون منهارة وجدها بيبعت لها،
ولما بتروح له بيحدف ناحيتها كوباية وبيتخانق معاها بسبب اللي حصل، وبيقول لها انه مش عايز يشوفها تاني، وهي بتمشي وهي منهارة اكتر من الاول. وبنعرف انها عملت كل ده لانها كانت عايزاه يكون فخور بيها ولو مرة. وجي بيجي وبيعرف ان سونجي كانت هنا، وبيطلع على السطح وبيلاقيها لوحدها، وبيعرف انها بتسأل على مكان شو علشان تنتقم منها. وليو بيبعت رسالة جو وبيعرفه انه هيسلم نفسه ويعترف بكل حاجة. فجي بيتصل بالمساعد بتاعه وبيطلب منه يجيب جواز سفر ويحجز على اول طيارة علشان يهرب. وشو بتكون رايحة تقابل لو وبتستناه وبتصفر رجلها وهي ماشية. وجي بيتصل بيها وبيعرفها انه هيسافر فترة وهيرجع، بس لما بيعرف مكانها وبيفتكر كلام سونجي عن الانتقام منها بيقرر يروح لها علشان ينقذها. وسونجي بتكون وصلت ومستنيه الوقت المناسب علشان تخبط شو بعربيتها، لكن قبل ما تتحرك جو بيوصل وبيقدر يركب معاها وبيحاول يبعدها عن شو اللي بتحاول تبعد عن العربية. وفي النهاية جو بيقدر يلف بالعربية وبيخبطوا في جدار وبيصابوا هما الاتنين وشو مش بيحصل لها حاجة. وبتجري عليهم وبتخرج جي من العربية وبيعتذر لها عن كل حاجة عملها ضايقتها، وبيعرفها انه ما كانش يقصد يأذيها وانه كل حياته تافهة واسعد حاجة فيها كانت مقابلتها. وقبل ما الاسعاف بتوصل بيكون مات. وسونجي بتكون لسه عايشة وشو بتكون منهارة وبيجي له بيحضنها. وبعد فترة بترجع الشغل والأمور بترجع لطبيعتها، وتنجي بتشتغل معاه وهي بتشجعها، وشركتهم بتحقق نجاح كبير، ولو بيكون متأكد إن هي السبب في النجاحات دي. وتونجو وجيانجا أخيرا بيرتبطوا، ولو بيقنع شو إنهم يعملوا حفل زفاف كتعويض عن حفلهم اللي مكملش من أكتر من 6 سنين، وبياخدها علشان تختار فستان الزفاف. وبيختلفوا مع بعض لأنه بيكون عايز يعمل حفلة كبيرة وهي بتكون عايزة حفلة عادية في مكان بسيط، وبيزعل وبيسيبها ويمشي، وهي بتروح وراه وبتحاول تصالحه، وهو بيمشي وبيرفض يركب العربية، فبتمشي وراه بالعربية وبتقنعه إنه يركب معاها، وفي النهاية بيوافق على كل اللي هي عايزاه. وبنعرف إنه كان عايز يعمل حفلة كبيرة علشان يعوضها عن كل اللي حصل. وتاني يوم هي بتروح تزور سونجي اللي بتكون اتسجنت، وبنعرف ان هي الوحيدة اللي زارتها، وبتعرفها انها تستناها لما تخرج. وسونجي بتكون بتعيط لان محدش بيحبها، وبتعرفها انها مش هتروح لها بعد خروجها، فبتقول لها انه مش مهم تروح لها او لا، بس المهم تبدأ حياتها مع حد بيحبها لانها تستحق. وكلامها بيعجب سونجي وبتقرر تعمل بالنصيحة بتاعتها. ولو بياخد شو بيروح يزور والده ومامته، ووالده بيكون لسه رافض ارتباطه بشو بس مامته بتهديه. ولما بيعرف انه لو حدد موعد جوازهم بيتعصب عليه وبيعرفوا انه لسه رافض الموضوع. ولو بيسموا وسو بتفضل هادية، وبتحول الموضوع هزار لما بيتكلموا على انها من عيلة فقيرة، وبتتكلم عن شغلها وبتعرفهم لما شافت لو قابلته كانت فاكرة انه مجرد شاب فقير. وبنعرف انه شاركها بطاقة الاكل بتاعتها في الجامعة. وبنعرف انه ما كانش بيحب يعرف الناس انه من عيلة غنية وكان بخيل كمان. وبنعرف ان والده كان فاكر انها طمعانة في فلوسه علشان كده كان رافض. وفي النهاية بيوافق وبيعرف موعد حفل الزفاف، وبيكون عايز يعمل حفلة كبيرة بس لو بيعرفوا انهم مرتبوا كل حاجة وانها حفلة بسيطة بس، فبيسيبهم على راحتهم وبيروح مكتبه وبياخد شو معاه وبيقدم لها طقم ألماس هدية جوازهم، وبيطلب منه يرجع يمسك شغله. ولو بياخد شو بيفرجها على الشجر اللي زرعها هو في المرحلة الابتدائية، ولما بيحضنها والده ومامته بيعملوا نفسهم مش شايفين حاجة وبيدخلوا جوه. بعدها بيجي موعد حفل الزفاف وبيفتكروا كل الحاجات اللي مروا بيها وبيكونوا مبسوطين انهم مع بعض. ويوم بيجي وبيجري عليهم. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.